ظهور تحديث جديد على اليوتيوب. التحديث ده يعتبر تحديث خرافي بالنسبة للجماعة اللي بيعملوا صناعة محتوى وللناس برضو اللي بتشاهد على اليوتيوب. في الفيديو ده هعرفك ايه هي الميزة دي او ايه هو التحديث ده، وهقول لك مميزاته وعيوبه. ويلا بينا تعالوا نبدأ الفيديو. اول حاجة نعرفها مع بعضينا يعني ايه هو التحديث او ايه هو التحديث. كلنا لما كنا نعمل مثلا بنتفرج على فيديو يوتيوب زي كده، تمام، كنا نقعد نتفرج ومندمجين معاه، فبتجي لنا رسالة بنبقى بنجي نبص فوق كده نلاقي الرسالة اختفت، فنعوز ايه نروح للموقع ده او التطبيق اللي اتبعتت لنا منه رسالة مثلا، او المتصفح اللي عايز اشوف منه فيديوهات او عايز احسب حاجة، فتطلع من اليوتيوب كده تلاقي مرة واحدة الفيديو اتحذف من عندك وانت تقعد تدور عليه. لكن يوتيوب اضاف لك الميزة دي، ويوتيوب اضاف لك الميزه دي اللي هي مثلا يكون الفيديو شغال زي كده، تطلع منه بتظهر معاك العلامه اللي تحت دي، بتاجي هنا بتبص هنا كده تقدر توقف الفيديو. تقدر بقى من خلالها دي تلعب ببجي مثلا، تلعب لعبه انت كنت فيها، تجي لي مثلا عايز تحسب حاجه مثلا، دي نشوف الاله الحاسبه مثلا. فين الاله الحاسبه زي كده مثلا، بتحسب لي حاجه مثلا 80 مثلا معرفش في ايه، تمام، بتدخل على الفيسبوك مثلا تشوف الرساله، تمام. ده كله بيحصل معانا يا جماعه بسبب الميزه دي، تمام. بتجيلي مثلا على الواتساب مثلا، تمام، بتجي على الانستجرام، بتجيلي مثلا على استوديو يوتيوب عايز تشوف احصائيات قناتك، عايز تشوف الدنيا ماشيه ازاي، وده كله والفيديو شغال معاك. لو دوست عليه هنا كده ودوست كده كده الفيديو شغال معاك تلقائيا. طب يا امير عايز ارجع لنفس الصفحه دي، بتدوس هنا كده وبتدخل على دي، بيرجعك على نفس الصفحه اللي انت كنت فيها، تمام. طب الميزه دي يا امير مثلا لو وقفت الفيديو ده انا هل هتطلع معايا الميزه دي؟ لا، ادينا موقفين الفيديو، شوف كده كده ما ظهرتش معانا. طب اعمل ايه يا امير عشان تظهر معانا؟ لازم تشغل لي الفيديو كده وتعمل كده زي ما انتم شايفين. بعد ما مثلا مش عايز تبين الصوت بتاعي توقف من هنا كده، الصوت وقف معانا، تيجي تدخل بتدوس عليها مره وبتدخلك على دي تلقائيا. طب ايه هي مميزات الميزه دي يا امير وليه انت بتقول حلوه الميزه دي؟ اول حاجه لما كنا مثلا بندخل على متصفح او اي حاجه بنعوز مثلا الفيديو ده مثلا بنعوز نتابع مع مثلا انت عندك مشكله مثلا في المساحه، تمام، بيبقى معاك تليفون واحد بس وبتسمع لي فيديو. الفيديو ده بيقول لك على عده خطوات، وانت كل شويه تقعد تطلع من الفيديو تخش على الخطوه الاولى، تدخل على اليوتيوب تاني تلاقي ان الخطوه الاولى مشيت، مش صح؟ ده كل معظم الناس بتحصل عندها. لكن يوتيوب عمل لك الميزه دي، انت واقف كده لوحدك بتشغل الفيديو، تمام، بتطلع كده مثلا، تمام، تمام زي ما انتم شايفين. مثلا الميزه الاولى بدخل على استوديو يوتيوب، الفيديو شغال معايا زي ما انتم شايفين، تمام، بيقول لي خش لي على الملف هنا مثلا، بيجي لي على حاله الحساب، فاهم؟ ده كله يوتيوب اضافه جديد، وده كله يوتيوب اضافه. فانا شايف ان الميزه دي ميزه خرافيه، لانك مثلا بتوفر عليك وقت، بتوفر عليك مجهود بسبب انك كل شويه تطلع وتخش على اليوتيوب، لا بتوفر عليك مجهود ووقت كمان. الميزه دي هتفيد صناع المحتوى وكمان الناس اللي اسمه ده اللي هي مش برضه مش صناع المحتوى او الناس المشاهدين. هتفيد صانع المحتوى. طب في ايه يا امير؟ صانع المحتوى هتفيده في حاجه واحده، هتزود لك متوسط المشاهده، كل ما الناس بتطلع بتزود لك متوسط المشاهده، المشاهد مش هيزهق منك. تاني حاجه بتزود لك مثلا الاقتراحات، بتزود لك نسبه النقر على الفيديو بتاعك. تالت حاجه بتقول لك ان انت مثلا الفيديو بتاعك بيعدي مشاهدات عاليه. طب ايه بيفيد مثلا الناس المشاهدين؟ الناس المشاهدين زي ما قلت لك بتفيدك مثلا لما بيحصل معاك مشكله زي اللي انتم شايفين مثلا نقص في المشاهدات، نقص في البتاع، في اي واحد فينا بيقول لك تعالى عد معايا الخطوات دي، او مثلا اعمل معايا الخطوات دي، او بيقول لك اعمل معايا الخطوات دي. فانت بالتالي بتعمل ايه؟ بتتابع معاه الخطوات، لما تطلع الفيديو ده بيتحذف منك ومش بتقدر تجيبه تاني. لكن الحل ده بقى تطلع لوحدك تقدر تتابع معاه الخطوات. طب يا امير ايه عيوبها؟ العيوب بتاعتها الصراحه ما لهاش عيوب خالص. العيوب بتاعتها ان هي مميزه في كل حاجه، الميزه بتاعتها الوحيده اللي هي كل حاجه معاك، لكن عيب ما فيش عيب ليها، ما فيش اي حاجه. فانت شايف ايه الميزه دي يا امير؟ انا شايف ان الميزه دي ميزه خرافيه بالذات للجماعه اللي صناع المحتوى والمشاهدين، لانها هتفيدكم في المراحل الجايه، هتفيدكم في حاجات كتيره باذن الله. وتاني حاجه عايز اقولها لكم، ما تنسوش برضو الدعم بتاعكم عشان بيفرق معانا، باللايك والاشتراك في القناه والتعليق الجميل بتاعكم، وكده باذن الله نكون اديناكم كل المعلومات الكافيه او كل المعلومات الكافيه عن التحديث. ومع السلامه، سلام.